رسميا بالفيديو انسحاب نادي الزمالك أمام الأهلي للمرة التانية. رجعنا لقصة الانسحاب، لكن المرة دي ايه السبب؟ ويا ترى فعلا دي حجة علشان الزمالك خايف من الأهلي وعارف ان الأهلي المرة دي سانن سنانه على الآخر، وبيقول أنا مش هضيع حقي أبدا، أنا طاري هاخده من الزمالك مهما كان. ما تيجوا نقول لكم ايه الحكاية بالتفاصيل. بس في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. حسين لبيب كلم المنظمين وقال لهم الزمالك راجع القاهرة، والتعليمات وصلت لشيكابالا وإن الزمالك خلاص هينسحب، وده حجة بسبب ثلاثي الزمالك. ما تيجوا دلوقتي أقول لكم المثير في الموضوع. طبعا الزمالك فاز على بيراميدز بنصف نهائي السوبر المصري، والجماهير كلها متحمسة وعندها إحساس إن ليه لأ، ليه الزمالك كمان ما ياخدش السوبر المصري ويفوز على النادي الأهلي للمرة التانية على التوالي. ولكن كل آمال الجمهور بتتحطم دلوقتي، لأن خلاص نادي الزمالك بيقرر وعامل اجتماع طارئ إنه خلاص هيرجع القاهرة خلال ساعات قليلة جدا، وده بسبب ثلاثي الفريق اللي يقال إنهم طبعا بعد المشادة اللي دخلت مع أحد أفراد الأمن، دخلوا في مشادة كبيرة كانت بدايتها من مصطفى شلبي، بعد كده دخل محمد صبحي ودونجا، ووسط الزحمة حصل شد وجذب ما بينهم، وتبين إنهم مسكوا في مدير أمن الاستاد. وبعد المباراة تم استدعائهم لمعرفة تفاصيل الواقعة، والتلاتة راحوا وتم التدخل، لكن النهاردة من الصبح وهم محجوزين ومعهم حسين لبيب، وبيقولوا عيب قوي اللي بيحصل في نادي كبير زي نادي الزمالك ولعبته، انتوا ليه بتعملوا كده؟ عشان كده خرجهم على شعورهم، وقرر الزمالك الانسحاب من بطولة السوبر المصري المقامة في الإمارات، وكمان منع ثلاثي الفريق من نزول الإمارات طول الحياة علشان اللي عملوه. حسين لبيب كلم شيكابالا وقال له اي حاجة لو حصلت في الفندق لم باقي اللعيبة وروح على المطار على طول، احنا هنمشي دلوقتي. بعد محاولات من تدخل السفير المصري بنفسه عشان يحل الأزمة، طبعا حسين لبيب كان رافض الوضع تماما، وشايف ان اللي بيحصل ده عن عمد وعن قصد علشان يخرج اللعيبة عن شعورهم ويخرج الفريق عن الأوضاع المستقرة اللي هو فيه، بعد ما فازوا على بيراميدز وكان قدامهم مباراة واحدة علشان يفوزوا بالفعل بالسوبر المصري على حساب الأهلي. طبعا دلوقتي نزل بيان خاص بنادي الزمالك بيقول إن الزمالك قرر الانسحاب حرفيا بعد اجتماع طارئ، لأن اللي بيحصل ده تعمد، واللي بيحصل ده إهانة مقصودة، حتى لو كان في أي بعض شد وجذب ما كانش الموضوع يوصل لكده. ما تقولولنا رأيكم، يا ترى ده كله خوف من الأهلي ولا فعلا المفروض ينسحبوا ولا إيه الحكاية؟